عامل شبه التعبان الكبرى عمال. احكي لك انا بقى قصه ازازه ودي الثلاثه اصحاب في داهيه. الثلاثه دول اتفقوا ان هم يجيبوا ازازه يقعدوا عليها لحد ما واحد منهم يسقط. واحده 45% توت 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 فروت. اول واحد منهم ملص وقال لك انا مروح. ده كان ساكن في ال21. اللي عرفناه تاني يوم ان هو سرق في موقف الهانوفيل والسواقين فوقوه. السواقين فوقوه جابوا له جبنه قديمه ورستقوا له حاله وظبطوا له الدنيا. التاني قاعد دماغه عامله شبه الكلب اللي هو بيتحط جوه تابلو العربيات، عارف الكلب اللي هو بيشتغل مع المطبات دوت. فالتالت قلقان عليه، يا ابني انت تمام؟ التاني ده فحل فطاره بس ممكن يكون فطار 5-6 بني ادمين في سن ال30، فمسندل قادر يصلب طوله. التالت ده سلايه قصب شبه العبد لله. مسافه ما اطمن على زميله التاني والاولاني هو في باله ايه؟ ان هو وصل ال21 خلاص. بس هو كان مسورق هناك. يعمل له كده بيقول له هو انت تمام؟ قال له انا تمام. كان قاعد على كرسي بظهر، قام واخد الكرسي بالظهر وقام واقع على ظهره تاك. صاحبه التاني قام فايق هوب ايه، ادرك انه صاحبه دلوقتي رايح غيبوبه وداخل سكه الملعونه والدنيا بتخرب معاه وهيبوظ لي الدماغ اللي انا عاملها. طب ايه الحق افوقه عشان ايه التوت اللي موجود جوه المعده يلحق يشتغل يكون ده فاق. معلمنا دوت قام رايح قاعد على مصطبه وحاطط دماغه. وفي اللحظه دي البني ادم المتكيف ما بيبقاش عايز اي حد يدوشه. جه راجل كبير، هو مش كبير في السن، هو كان في سنهم بس هو عامل نفسه كبير. قام داخل عليه، فوق على ولا انا هفوقك، انت هتطلع البيت دلوقتي، فوق على. ويديله في كشافاته وهو ايه قاعد حاسس بيه. سيبني بدل ما هقوم امسك فيه. وخلاص بقى ده مكبره ان هو راجل كبير، بس هو مش جاي معاه عايز يعمل ايه ابو جعليصه في وسط الناس، ولا حد يروح يجيب له لبن. وهو من جواه والله لو جبت بقره بحالها انا معفوق وهخلي البقره دي تدوس عليك بحوافرها. ما صابوهوش غير لما دخلوه شقه وقاموا قافلين عليه الباب. صاحبنا دوت جت معاه ان هو بيموت. كان لابس ساعه من الساعات اللي هي التقيله ديت بتاعت المعلمين اللي هي الذهبي ديت، وانسيال وخواتم وبتاع. قام قالعهم وقام عاطيهم لواحد صاحبنا، قال له خد يا معلمي بص دول اديهم لامي وقول لها ابنك فارق الحياه، بس ما تقولولهاش ما تبلغهاش الخبر غير لما اطلع النفس الاخير. اقسم لك بالله زي ما بقول لك كده. يا ستار. وده محبوس في الاوضه وقاعد بيطلع في الروح، إشي بقى استفراغ، إشي بيكلم ربنا، إشي بيطلب فرصة تانية، وعمال يتفلفص عامل شبه التعبان الكبرى عمال. في البيت دوت كان في ساكن فوقيه جارهم يعرفه، كان معاه ضيف. الضيف ده نازل سمع أصوات جاية منين؟ من الشقة. قام داخل باصص شاف صاحبنا ده اللي هو إيه مملعن. قام منادي على مين؟ على صاحبه اللي هو إيه اللي هو كان متضايف عنده. قال له بقول لك ايه يا فلان الفلاني، الحق العيال مدرمغه الدنيا تحت وفي عيل بيموت. قام صاحبنا ده قام طالع جوه قال له امشي يا راجل يا ناقص، انت لو كنت شارب اللي انا شاربه كان زمانك بتقول لي تيت. قام قايل له لفظ ما يسمعوش عيل صغير ويقف ساكت. الراجل ده قام واخد بعضه وديله في اسنانه وقام خالع. تتخيل الشخص اللي انا بحكيه لك ده مين؟ العبد لله اللي واقف قدام مني. يا راجل انت. اقسم بعزه وجلاله الله. ليه بقى؟ عشان اتلميت على ناس مش شبهي، اتلميت على ناس كل قعداتها بتدور على الكيف، اتلميت على ناس بتضيع العمر في لمح البصر، اتلميت على ناس ما بتزقكش على الخير، لو شافتك بتزق نفسك على الخير يغيروا منك ويبعدوا عنك. لان الناس دي خلاص دخل في دماغها الضلال ومفيش في قلبها سنه ان هي تعدل. ان ربك لو عالم ان جواهم سنه خير هيحطهم على طريق ويحط لهم الاشارات ويخليهم دماغهم دي تتعدل من السكه الشمال ل 180 درجه، يكسر عجله يمين وهيحط له وهيسبب له الاسباب، هيلاقي نفسه مره واحده اتعدل. تخيل بقى ان انا وعزه وجلاله الله في اللحظه ديت اللي انا كنت قاعد فيها في الشقه، وعزتك وجلالتك يا رب انا كنت بفارق الحياه. كنت بطلب من ربنا فرصه تانية، بقول له يا رب ما تاخدنيش على الوضع دوت، يا رب انا مش هينفع ان انا اقابلك على الوضع دوت، يا رب انا اتحطيت في السكه ديت غصب عني. كان نفسي ان انا امشي فيها عشان اشوف جواها ايه واغامر بحياتي وادوق اللي هم بيدوقوه وامشي في نفس سكتهم ويتقال عليا نفس اللي بيتقال عليهم. دماغي كانت متعاصه زفاره بهايم لا مؤاخذه في الكلمه. مشيت في سكه هي مش سكتي، لا لوني ولا شبهي ولا تربيتي ولا ديني. كانت النتيجه ان انا كنت ممكن القى ربي على سوء خاتمه، اطلع لربنا على ما انا مت عليه ابعث عليه.
اقف وانا لا مؤاخذه يعني مش في وعي، وربك يسالني والملاكين يسالوني وانا لا حياه لمن تنادي. بسبب ايه؟ بسبب ان انا اتلميت على صحبه سوق، طلعت سكه كلها ضوضاء وانا كنت فاكرها ان هي كلها هدوء. فيا ابن الحلال، لو انت في طريق زي طريقي اللي انت ماشي معاه، اوعى تقول له يا صديقي سلام.